السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ النهارده معاكم فيديو جديد. هنعمل النهارده طريقة الفراخ المسلوقة بطريقة سهلة وبسيطة وتتبيلة جميلة قوي. يا ريت تجربوها وهتعجبكم ان شاء الله. معايا طبعا دلوقتي فرخة. طبعا نقعناها كويس ومية وخل ودقيق وليمون. عندك برضو برتقان، بتحطي برضو برتقان معاه. بتنقعها شوية. معايا كده حوالي 3 بصلات. وبصلة بيضة هنسيبها للتشويح اما نيجي نشوحها. طبعا جبت كده بعد كده البصل. معايا. طبعا البصل لو انت عايزه تقطعيه في الكبة، عايزه تقطعيه على ايدك، عايزه تعمليه في المبشرة، المتوفر عندك او المتاح ليكي بتعمليه. انا طبعا قلت ايه، بدل ما اطلع الكبه وكده قلت اما اعملهم هما، يعني مش كتير، يعني قلت اما اعملهم على ايديا وخلاص. فطبعا بتبقى تفرميهم ناعم. عشان احنا عايزين البصل يكون معانا ناعم، ما يكونش آه يعني ما يكونش قطع كبيره، يبقى مفروم معانا ناعم يعني. طبعا انت لو عندك وقت زي ما انتم شايفين كده قطعنا بقى البصل كله. جبت بقى معايا بقى البصل اللي هنحط عليه بهارات ملح وفلفل وكمون. هي دي البهارات بتاعتنا اللي هنحطها على البصل، ملح وفلفل وكمون بس، مفيش ازيد من كده. بس نحاول ان احنا نزود في الملح شويه عن الكمون، قصدي في الفلفل شويه عن الكمون، عشان احنا عايزين الفلفل اكتر، عشان هو اللي بيدينا طعم حلو كده للفراخ. وبيخلي الفص بتاعه كده طعمه حلو. يعني ما كترش الكمون، كتر الفلفل اكتر. خلاص كده هندعك بقى البصل كده مع البهارات كده، ما انتم شايفين كده ندعك جامد عشان البصل يعني تمتزج كده مع البهارات. وبعد كده نحط بقى عليهم شوية زيت بس كده. دي اول خطوة هنعملها. بعد ما ندعكهم كده جامد مع بعض، ونحط عليهم بقى الزيت. الطريقة دي يا جماعة جميلة قوي والله، جربوها. يا ريت تجربوها كده، واللي يجربها كده ويقولي في التعليقات بقى ايه رأيه. يعني هتشوفوا في الاخر النتيجة حلوة ان شاء الله. كده بقى بعد ما خلصنا بقى البصل، حطينا عليه شوية زيت. هنجيب بقى الفرخة، نحشيها بقى كويس جدا من جوه، وندعكها كده من جوه كده، بكل الجوانب كده من الفراخ من جوه كده بالبصل كده والبهارات كده، علشان الفص كده يشرب من التتبيلة اللي احنا عاملينها. ونقوم بقى جايبين بقى فتحات كده بتاعة الجلد كده، نشيل يعني نفتح فتحات كده في الجلد كده بين الجلد واللحم، عشان نعمل فراغات كده ندخل فيها البصل. بس تخلي بالك وانت بتعملي كده الجلد يعني ما يتقطعش منك وكده. حاولي الجلد يبقى معاكي سليم، ما يتقطعش منك، عشان لما تحشيه البصل ما يطلعش منه. خلاص. وتقومي بقى زي ما انت شايفه كده، تدعكي كده، تدخلي كده البصل كده بالراحه كده، وتدعكي الفص بتاع الصدر كده معاكي، عشان ياخد من التتبيله بتاعه البصل. تحطي بقى كل شويه هنا وشويه من جوه زي ما انت شايفه كده. دي اهم خطوه نعملها معانا عشان تطلع معانا نتيجه كويسه. ومن عند الرقبه برضو من كل الجوانب، عشان فص الفرخه يبقى معانا طعمه حلو. نقوم بقى قافلين بقى الفرخة كده. بجيب معايا بدخل كده الرجل كده، طبعا الرجلتين مش هينفع يدخلهم، نقوم عاملينها نقوم جايبين الخل الخشب، ونقوم قافلين بقى الفرخة كده زي ما بنقفل كده البطة كده معانا. لما نيجي مثلا نحشي البط مش بنقفله بالخلة، نعمل برضو نفس الطريقة كده في الفراخ زي ما انت شايفة كده. طبعا لو انتم اول مرة تشوفيني، ما تنسونيش بقى باللايكات واشتراكات وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله باذن الله. ويا ريت بقى توصلوا الفيديوهات كده لاعلى لايكات كده ان شاء الله كده. كده بنقفل بقى كده. بعد ما قفلنا بقى الفرخه كده خلاص بقى، بس تحاولي انت تقفليها كويس، يعني تقفليها كويس عشان ما تتفتحش منك. طبعا ببقى مجهزه، وانت بتشتغلي في الشغل ده كله بتكوني مجهزه قبليها الميه
تحطي فيها ورق لورا، وتحطي فيها الليمون اللي انت كنت ناقعاه في الفرخة، وبرضه بتعصري برضه ليمونية برضه كمان بحالها، علشان ايه؟ يبقى المية اللي انت تغليها فيها تخلي طعم الفراخ معاكي حلو، ويبقى يشيل منه ريحة الزفارة زي ما انت شايفة كده. وطبعا بنسيبها بقى ايه لما تغلي كده، ونطلع منها بقى الريم بتاعها وكده وايه. وطبعا الخطوة دي مهمة جدا عشان تخلي الفرخة معانا طعمها حلو. وطبعا عشان الفراخ برضو انت بتشتريها برضو ما انتش عارفة هي يعني مثلا اخد علاج ولا لأ وكده، فالخطوة دي برضو بتشيل منها اي حاجة. كان عندي كده الجلد بتاع الفرخة كان عمل بالونة كده، فقمت عاملاها بالسكينة كده فاتحة عشان يخرج منها ايه الهوا كده ايه، وقامت راجعة تاني زي ما كانت، بس هي كانت اتنفخت كده زي البالونة، فقمت عاملاها بالسكينة. زي ما انت شايفة كده. دي كده بقى ايه كانت قلبت من الناحية اللي تحت، قمت قلبها الناحية التانية. يا جماعة لما تيجوا تسلقوا الفراخ ياريت تعملوها بالطريقة ديتي، ما تحطوهاش على طول في المية كده وخلاص، لا، لازم تغلوها الأول، يبقى أحسن. يبقى انت كده ايه ضامنة الفراخ كده، وشلتي منها أي حاجة مش كويسة، وبعد كده بتقومي شاطفاها تاني، وتقومي بقى مشوحاها بقى. طبعا اما بتشوحيها برضو بتبقى طعم مختلف برضو عن لما بتحطيها في المية كده على طول. طبعا كل خطوة من الخطوات دي بتفرق في الطعم يا جماعة. طبعا جبت بقى حتة السمنة كده مع شوية زيت. طبعا لو حتة بقى سمنة بلدي بقى يا سلام بقى، بيبقى أحسن. وكمان حتة السمنة كده مع شوية زيت كده صغيرين. وبننزل بقى معانا بالبصل اللي هو البصل الأبيض. طبعا البصل الأبيض موجود دلوقتي، ومستك أو حبهان وورق لورا. ونحط بقى واحنا بنشوحها كده برضو ملح وفلفل. طبعا لو مفيش يعني عندك بصل ابيض عادي، بصل عادي، البصل الاحمر العادي. بس انا يعني ايه البصل اللي كان عندي بصل ابيض، هو متوفر كتير يعني اليومين دول، فبيبقى طعمه حلو في الشوربه، يعني بيخلي الشوربه طعمها حلو، وخلي الشوربه كده معانا بيضه كده وحلو. طبعا لو حتى عايزه تحطي جزر، في ناس بتحطي جزر، لو عايزه تحطي ما يعني ايه ما تفرقش، يعني بتدي طعم حلو برضه. طبعا انت لما بتيجي اصلا يعني بتيجي تقدمي بقى الشوربه وكده بتصفيها، فانت لو حطيتي جزر برضو بيدي طعم حلو برضو. بتقلبي بقى الفراخ كده، بتقلبيها بقى على الجنبين، تقلبيها على البطن شويه وعلى الظهر شويه، تاخد تحميره كده خفيفه كده معانا كده، وبعد كده نروح منزلين عليها ايه بالشرب. وانت بتشوحيها كده على الجنبين بتحطي ملح وفلفل زي ما انت شايفه كده. تحاولي انت يعني ايه تدي تحميره كده للفراخ، يعني ايه يعني تحميره كده ذهبي كده، ما تحمرهاش قوي. بتفرق في الطعم والله. وبعد كده بقى تنزلي بقى معانا بالشوربه بقى. طبعا اللي بتنزلي معانا بالميه تكون ميه مغليه يا جماعه، ما تبقاش ميه بارده، عشان الشوربه تقلب معاكي بسرعه، والفراخ ايه تستوي معاكي، ما تبقاش حاطه ميه بارده وتقعدي بقى اما الميه تيجي تقلب وكده يكون الفرخه اتعملت منك. لا، تنزلي بالميه السخنه على طول. وتحاولي تعملي كده في كل اكلاتك، ان انت تخلي الميه السخنه معاكي على طول في كل اكلاتك، هتسهل عليكي وتخلي معاكي الاكل ايه يبقى سهل يعني وكده في الطبخ. ننزل بقى نحاول بقى ان احنا بقى نغطي الفرخة بالمية. طبعا حطيت الدور ده، وبعد جيت بقى حطيت مية تاني في الكتل عشان ايه احط ايه اكمل بقية الايه المية. ما حطيتش مية سخنة، ما هو مية باردة بقى، لا بكمل مية سخنة على طول. اه زي ما انت شفتي كده، زودت برضو المية اهو، واغطي عليها بقى واسيبها تستوي بقى. تخلي بالك طبعا ان الفراخ بتستوي بسرعة، فما تسيبهاش كتير على النار، وبتقلبيها بقى على الجنب ده شوية والجنب ده شوية لغاية ما يستوي من ناحيتين. وما تحاولي انت ما تسيبهاش كتير، لان هي بتخش سوا يعني. فكده بعد ما خلصتها بقى كده، بعد ما استوت معايا هنعملها بقى، هنعصر عليها بقى ليمونة قبل ما نحطها في الفرن. طبعا انا كنت عاملة كده ايه صوص كده اعمله بيه قبل ما وهي بتتحمر. بس اول حاجة بعصر الليمونة، وبعد كده بجهز معايا ممكن صلصة، ممكن كان عندي كاتشب، حطيت كام كيس كده من الكاتشب ومعلقة كده صلصة.
واحط عليها شوية ملح وشوية فلفل، وبدهنها بقى كده ايه بالفرشة. بتديلها تحميرة حلوة للفراخ، وفي نفس الوقت بتديلها طعم برضو حلو زي ما انت شايفة كده. يبقى معلقة صلصة، معلقة كاتشب، شوية فلفل اسود، وشوية ملح زي ما انت شايفة كده. طبعا كنا عصرين بقى الليمونة على الفرخة، يبقى كده ايه تمام. بنجيب بقى الفرشة كده وبنعمل بقى الفرخة كده معانا بالفرشة عشان تاخد معاها لون جميل، وفي نفس الوقت الكاتشب والصلصة هيديلها برضو طعم حلو زي ما انت شايفة كده. نحاول ان احنا ايه نعملها بالفرشة كده كويس عشان ايه كلها تاخد معانا اللون. ومن الناحية التانية برضو نفس الطريقة هنعملها بنفس الطريقة برضو بالليمون، وبرضو بالايه وبالصوص اللي احنا عاملينه. دي الفرخة كلها هندخلها بقى الفرن، بس لما نيجي بقى نقلبها الناحية التانية بقى نعملها بالطريقة دي، لما تتحمر بالجنب ده الأول، وبعد كده نقلبها ايه الناحية التانية. وبكده بقى ايه الفرخة بعد ما اتحمرت معانا، وكده بعد ما حطيناها كده في طبق التقديم، والشوربة بقى بعد ما صفيناها برضو كده. الشوربة معانا بعد ما صفتها اهي. كنت عاملة معاها بقى طاجن بسلة ورز بشعرية. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى باللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.